الاستاذ بلال المقري. هذه فرصه ومحاوله لفائده فريق الدفاع الحسني الجديد، تمريره فرصه والهدف. الهدف الاول لفائده الدفاع الحسني الجديد والموقع ايوب نناح. ايوب نناح يوقع الهدف الاول لفائده الدفاع الحسني الجديد، كيجي في حدود الدقيقه 18. اذا الدفاع الحسني الجديد يمكن نقول بانه كان هو الابرز، خصوصا على مستوى محاولات التسجيل كان هو الاخطر. خصوصا تابعنا الفرصه اللي كان انفراد ديال اللاعب حميد احداد بالحارس انس الزنيتي، ثم الان ايوب نناح يجد الطريق نحو شباك الحارس انس الزنيتي ليوقع الهدف الاول. نتابعوا اكيد هذه الثنائيه، ايوب نناح حميد احداد بالراس، حضر الكره عند بلال المقري بدوره كيحضر الكره عند حميد احداد، ولاحظوا المتابعه ديال العبيد ايوب نناح الذي يوقع الهدف الاول لفائده الفريق الدكاني. 1-0 للفريق الزائر. هذا الخطا وهذا الكره الثابته، لعبت كره دائريه، فرصه والهدف. هدف التعادل، هدف التعادل، والموقع هو المدافع جواد اليميق. جواد العنيق يضع الكره في الشباك، كانت راسيه والكره تلعبت بشكل ممتاز من عبد الرحيم الشاكير، وبالتالي استغلال الكرات الثابته وفرحه مستحقه الجماهير القليله التي انتقلت من مدينه الدار البيضاء لمساندة فريق الرجاء. إذا الهدف اللي كيجي في حدود الدقيقة 23. لاحظوا عبد الرحيم الشاكير كيلعب الكرة في القائم الثاني، وبالتالي متابعة كانت ممتازة ديال جواد اليميق الذي يضع الكرة في الشباك، وهدف التعادل لفائدة فريق الرجاء. والمباراة تنطلق من جديد. إذا مباراة مفتوحة، و محمد علي بامعمر، ايوب نناح، تمريره حميد احداد، هذه محاوله وفرصه لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. ايوب نناح من الجهه اليسرى كيمرر من جديد عند انور جيد، تمريره ما كاينش هناك تسلل، فرصه حميد احداد المهاجم والقناص يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. من جديد ينسل، ومن جديد ما كانش في وضعيه ديال التسلل، يضع الكره بكل ذكاء في مرمى الحارس انس الزنيتي، اللي اكد من جديد على العلو الكعب ديالو لاعب ايوب او لاعب حميد احداد. ايوب نناح هنا كيمرر التمريره، لاحظوا التمريره ديال انور جيد ممتازه، ما كانش في وضعيه ديال التسلل، يعني كيوضع الكره في الشباك بطريقه ذكيه وبطريقه ممتازه. لاحظوا ما خلاش الكره تنزل الارض، يعني وكيوضع الكره في الشباك. الهدف الثاني لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي، بالتالي من جديد كياخذ التقدم فريق الزائر. حدراف من الجهه اليسرى، شغل يعمل الحدراف كيمر تمريره دي، فرصه دائما الخطوره، والكره في الشباك. الكره في الشباك. كنقول بانه اللاعبين ديال فريق الدفاع الحسني الجديدين ينتظروا انه الحكم يعلن على يعني ضربه مرمى، انه الكره تجاوزت الخط، ولكن الحكم المساعد لم يعلن عن اي شيء، وبالتالي هدف التعادل لفائده فريق الرجاء اللي كيتمكن من تعديل الكفه. هناك احتجاجات على الحكم المساعد، واكيد غنتابعوا الاعاده ديال الهدف، هدف ديال فريق الرجاء نتابعوه. زكريا حدراف من الجهه اليسرى، المراوغه ديال زكريا حدراف، رفع الكره بهذا الشكل، مشى اللاعب محسن ياجور في هذه الوضعيه. محسن ياجور كيمرر، اللاعب محمد حمامي هو اللي وضع الكره في الشباك، يعني ما وضحتش لي الصوره بشكل، لانه الكره خصها تجاوز يعني باكملها تجاوز الخط ديال المرمى. اذا كان ممكن يعني زميلي عبد الهادي ابو زيا انه نعاودوا الوقت في الوقت الممتع. كل فريق يبحث عن الحلول الهجوميه، يبحث عن الاهداف في هذه المباراه. محسن ياجور، ياجور يعمل، ياجور كيستادو الجوليادور. محسن ياجور يضع الكره في الشباك ويقدم هدف ثالث للرجاء، وبالتالي يضع الرجاء لاول مره في هذه المباراه على مستوى اكيد المقدمه، وبالتالي انه ياخذ اكيد التقدم في هذه المباراه بهدف ثالث. محسن ياجور، هدف جميل في شباك الحارس يحيى الفيلالي. لاحظوا هنا التمريره ديال ليما مابيدي، محسن ياجور خدع الكره، القوه ديال محسن ياجور هو في الاختراق، كيدخل داخل المعترك، يسدد بالرجل اليسرى، تغالط اكيد الحارس يحيى الفيلالي. وهدف ثالث لفائده فريق الرجاء.
اذا يمكن نقول بانه التغييرات بالراس زكريا حدراف من الجهه اليسرى شغل يعمل حدراف كيما تبان هذه فرصه دائما الخطوره والكره في الشباك. الكره في الشباك كنقول بانه اللاعبين ديال فريق الدفاع الحسني الجديدين انتظروا انه الحكم يعلن على يعني ضربه مرمى ان الكره تجاوزت الخط، ولكن الحكم المساعد لم يعلن عن اي شيء، وبالتالي هدف التعادل لفائده فريق الرجاء اللي كيتمكن من تعديل الكفه. هناك احتجاجات على الحكم المساعد، واكيد غنتابعوا الاعاده ديال الهدف، هدف ديال فريق الرجاء نتابعوا. زكريا حدراف من الجهه اليسرى، المراوغه ديال زكريا حدراف رفع الكره بهذا الشكل، مشى اللاعب محسن ياجور في هذه الوضعيه. محسن ياجور كيمرر، اللاعب محمد حمامي هو اللي وضع الكره في الشباك. يعني ما وضحتش لي الصوره بشكل، لانه الكره خصها تجاوز يعني باكملها تجاوز الخط ديال المرمى. اذا كان ممكن يعني زميلي عبد الهادي ابو زيا انه نعاودوا الوقت في الوقت الممتع. كل فريق يبحث عن الحلول الهجوميه، يبحث عن الاهداف في هذه المباراه. محسن ياجور يعمل ياجور كيستادو الجوليادور. محسن ياجور يضع الكره في الشباك ويقدم هدف ثالث للرجاء، وبالتالي يضع الرجاء لاول مره في هذه المباراه على مستوى اكيد المقدمه، وبالتالي انه ياخذ اكيد التقدم في هذه المباراه بهدف ثالث. محسن ياجور هدف جميل في شباك الحارس يحيى الفيلاني.